في إحصائية بتقول إن أكتر من 70% من الناس بيستخدموا البخاخات بتاعتهم غلط. النهاردة هنتكلم عن فكرة عامة لاستخدام البخاخة مش بتنفع دايما مع كل الأنواع وإزاي نتجنب الغلط. لو عندك بخاخة زي دي لازم ترج الدواء كويس قوي قبل الاستخدام. لازم ناخد نفس عميق قبل الاستخدام ونطلعه بره، ده بيجهز الرئة لاستخدام البخاخة. وما ننساش لازم نشيل غطا البخاخة الأول. لازم نمسك البخاخة مستقيمة ونحط الشفة بتاعتنا كويس قوي بحيث إن ما يدخلش هواء زي كده بالظبط. لما اجي استخدم الدواء لازم اضغط وفي نفس الوقت اسحب الدواء، ولا يكون بطريقه سريعه ولا يكون بطريقه بطيئه، عشان لو بسرعه الدواء هيلزق في الحلق. بعد ما اسحب الدواء للرئتين لازم اعد لغايه 10 ثواني، وبعدها اقدر اتنفس عادي. ما ننساش لازم نغسل بقنا كويس بعد ما نستخدم البخاخه، خصوصا لو كورتيزون عشان نمنع الفطريات. طب ايه اللي نتجنبه واحنا بناخد البخاخه بتاعتنا؟ لو اخدت البخاخه بعد اكله تقيله هيكون نفسك ضيق، فمش تاخد كل الجرعه مظبوطه. لو اكلت اكله تقيله وعايز تاخد البخاخه ده مش هيكون كويس لانك مش هتسحب النفس مظبوط. لو اخدنا النفس بسرعه لجوه ده هيضيع الدواء. ونحاول نتجنب ان احنا ننام بعد ما ناخد البخه على طول. ابعت الفيديو ده لصاحبك اللي بيستخدم البخاخه وبيقول ان ما بتجيبش نتيجه. ما تنسوش تكتبوا لي في الكومنتات عايزين اتكلم في ايه الحلقه اللي جايه. انا بيتر واصف، صيدلي مصري من شبرا عايش في كاليفورنيا، ودي شبرا فونيا. اشوفكم الفيديو اللي جاي.